أيها الآباء الفضلاء، وأيتها الأمهات الفاضلات، وأيها الإخوة والأخوات، حدثني أبي، الله الله الله، حدثني أبي من أسباب حاجتنا لهذا المنهج الفريد صراع الأدوار في الأسرة. صراع الأدوار بمعنى أن الأب يريد أن يربي الأولاد بمنهج معين، تخالف الأم هذا المنهج من ألفه إلى يائه، فيشهد الأولاد في البيت صراعا بين دور الأب ودور الأم. فإن رأى الولد أن الأب بمنهجه يتفق مع أهوائه ومع رغباته ارتمى الولد في حضن أبيه، وشعرت الأم في هذه اللحظات بأن عداء ما بصورة أو بأخرى قد وقعت بينها وبين أحد أبنائها. والصورة الأخرى المقابلة، إن رأت البنت منهج أمها يتفق مع رغباتها والأم تخفي كثيرا من الحقائق على الوالد، قد تتأخر البنت خارج البيت وقد تبيت ليلة عند زميلتها أو صاحبتها، أو قد تخرج البنت في رحلة جامعية أو دراسية لا علم للوالد بها، لأن الوالد مخالف لهذا، لا يريد أبدا لابنته أن تترك البيت أو أن تبيت خارج البيت، ولا يسمح الوالد أبدا لابنته أن تتعرف على صاحبة تلبس زيا لا يليق ولا يتفق مع ديننا ولا مع قيمنا وأخلاق مجتمعنا المسلم. الأم تسترخص هذا ولا تأبه لمثل هذا، وربما تتهم الوالد بأنه رجعي وبأنه جامد الفكر والعقل وبأنه لا يعيش عصره ولا يعيش زمانه، فيصطدم دور الأم مع دور الأب ويصطدم دور الأب مع دور الأم، وهنا يجني هذا الصراع الأولاد. فصراع الأدوار بين الأب والأم من أخطر الأسباب التي تزلزل كيان الأسرة، ومن أهم الأسباب التي تبين حاجتنا من جديد لمنهج حدثني أبي عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجلس الوالد مع أولاده ليقول قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تجلس الأم مع أولادها لتقول قال الله جل وعلا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعت العالم الفلاني والشيخ الفلاني يقول كذا. إذن لا يمكن لهذه الأدوار المتصارعة أن تزول إلا إذا جلس الوالد وجلست الأم وجلسوا جميعا مع الأولاد لتتربى الأسرة كلها من جديد على منهج الله وعلى منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. حدثني أبي، حدثني أبي، حدثني أبي.